السلام عليكم من مطبخ ام علي. رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم راح نسوي لكم كريات البسكت بالكاكاو. طبعا المكونات عندنا المكون الاساسي هو البسكت. هذا البسكت عندنا بالكاكاو، ممكن ان تستخدمونه بدون كاكاو. وعندنا هنا كاكاو طوز وحليب سائل. طبعا الحليب السائل هذا احنا مسوينه وراح اترك لكم الرابط تحت الفيديو بصندوق الوصف. وعندنا هنا نحتاج الى باكيت كريم، قشطة كريمة. وهنا عندنا كاكاو سادة. وللتزيين حسب رغبتكم عندنا هنا حبيبات، هاي التزيين مال الكيك. اول شي راح نبدي بيه انه راح نطحن البسكت. خلي البسكت في الخلاط ونطحنه. هاي احنا جاي نطحن البسكت. كملنا طحن الوجبة الثانية. فرغها. شكلها ناعم. عندنا شوية بقايا بسكت بعد ما مطحونة زين، راح نوخرها. هسه راح نضيف له الحليب السائل. نخلط الحليب السائل ويا البسكت الى ان نشوفه متماسك البسكت ويا الحليب. نكتفي من الحليب. وبنفس الوقت اذا شفنا بسكت بعد ما مطحون نحاول نطلعه. هسه بعد نحتاج حليب سائل. احنا نريده يكون نقدر نكور البسكت بايدينا بشكل يشكل لنا كرات متماسكة يعني. فكمية الحليب حسب تماسك البسكت عندنا. بعد ان خبطنا الحليب ويا البسكت راح نخلي له خاشوقة كاكاو، لان احنا البسكت مالتنا بالكاكاو فما نحتاج كاكاو هواي. بس اذا كان البسكت سادة نخلي له 3 خواشيق كاكاو. مثل ما تشوفون صارت العجينة عندنا بهذا الشكل متماسكة. هسه راح نكور الى كرات صغيرة بحيث تستوعبها هاي الكب كيك. يعني بهذا الشكل. واحنا نريدها قياس واحد، فراح نوزن القطع قياس واحد. حتى تطلع شكلها حلو مرتب كأنه من المحلات، مو شغل بيت. وهسه بعد ان كملنا الكرات بهذا الشكل راح نذوب الكاكاو بالكريمة.
خلي الكريمة فرغها. عندنا هذا الكاكاو الخام، راح نكسره هنا ويا الكريمة. راح ناخذه على الطباخ حتى نذوبه على نار ناصية. مثل ما قلنا لكم على نار ناصية نخليها ونبدي نحرك بالكريمة والكاكاو. بس شوية تحمل الكريمة راح يذوب الكاكاو. مثل ما تشوفون دا يذوب الكاكاو شوية شوية. على نار ناصية حتى لا تحترق الكريمة ولا الكاكاو يحترق. وإذا ما قدرتوا تسيطرون عليه بمي حار يعني حمام بخار تخلون بيه جدر وتذوبوا. هاي احنا ذوبنا الكاكاو بهذا الشكل. نغطس الكرات واحدة واحدة. وهاي احنا راح نزينهن. بهذا الشكل احنا زينا هذني، بس حبينا نشوفكم التزيين. وبعد ان كملناها بهذا الشكل وزيناها بهاي الحبيبات، هسه راح نخليها بالثلاجة تجمد الكاكاو عليها ونشوفكم شلون نخليها بالكاب كيك. وهسه جمدت عندنا كرات البسكيت، راح نخليها بالكاب كيك. هذا الشكل. احنا خذيناها قياس واحد حتى كلها تطلع بشكل حلو ومتساوي. وهذا شكلها النهائي بعد ان خليناها بالكاب كيك. شكلها كلش حلو، عبالك مال محلات جاهزة، وبالعافية على اللي يسويها
ولا تنسون الاشتراك بالقناة واللايك وتفعيل الجرس، وانتظرونا فيديو جديد.